علم ابنك وقول له علشان ما حدش يتخنق منك ويستثقل قعدتك عليك بست حاجات. اول حاجه، ما تقعدش في مكان جارح الحركه ولا اللعب. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني ما تقعدش في الصاله وانت لا بتتفرج على التلفزيون ولا بتكلم حد، بس عمال تنفخ وتعلق على اللي رايح واللي جاي، ده بص لي، ده كلمني، ده حدف الكره فيا، وهكذا. مش مريح نفسك ولا مريح اللي حواليك. طب ما تقعد في اوضتك، اقعد في بلكونه، شوف ركن ترتاح فيه من غير ما تضايق حد منك ولا تتضايق من حد. ودي أول حاجة. وبالنسبة للتانية يا صديقي، بطل طلبات كتير. ما تفضلش طول ما انت قاعد أو في أي مكان ناولني أشرب، اخدمني في المشروع الفلاني، اخدمني في المصلحة الفلانية، اخدمني في الحاجة الفلانية. الناس بتزهق من اللي بيطلب منهم كتير. خلي طلبك عزيز علشان وقت لما تطلب ألف إيد وإيد تتمدلك وتتمنى إنها تخدمك. ودي التانية. وبالنسبة بقى للتالتة، قلل شكية. يعني ايه؟ يعني مش كل ما انت قاعد عمال تقول انا تعبان، انا مخنوق، الدنيا جاية عليا، وتحكي مشاكلك وهمومك. خلي بالك، كل واحد في اللي مكفيه، والدنيا مدية لكل واحد 24 قيراط، سواء من الزعل او من الفرح او من السعادة او من الهموم. فالناس مش ناقصة. فحاول لما تيجي تشتكي، تشتكي مرة وما تشتكيش 10، علشان ما حدش يزهق منك وبرضه يمل من القعاد وياك. ندخل بقى على الرابعة، وسامحني لو تقلت عليك، بس عايز أقولك إن الناس بتهرب وبتطفش من اللي بيعاتب كتير. ممكن يقولوا يا أرض انشقي وبلعيني لو شافوك في سكة، ويلفوا من الشارع التاني علشان ما يحصلش بينكم كلام، لأنك كل ما بتشوف حد أنت ما بتسألش ليه، أنت مقصر معايا ليه، بقى أنا آخر واحد تعزمني يا ندل، وهكذا. طب وعلى إيه؟ عدي، كبر دماغك، عاتب مرة وما تعاتبش 10 يا عمي. وعايز أقولك على حاجة، إنك لما ما تعاتبش سامح من جواك، لانك لو قابلت اللي قدامك وخدت قرار انك ما تعاتبش بس من جواك زعل هيظهر في عينيك، وبرضه ده هيخلي غيرك ما يحبش يتعامل معاك. فسامح وكبر دماغك علشان لما تدور الدايرة عليك وانت اللي تأثر محدش يقسى عليك في العتاب. وبالنسبة للخمسة، وطبعا مش هنسى ان انا اقولها لك، التفكير. يعني ما تفضلش طول ما انت قاعد انسان فلسنجي، ما معيش، ظروفي ملطشة، الدنيا كلها بتغلى، انا مش عارف امشي، انا مش عارف اعيش، الناس معاها يا اخي وتشوفهم في المولات تقول كأن ما حدش ما معهوش، وهكذا. على فكرة، هيخلي الناس تهرب منك وهيداروا عليك الخير اللي هم فيه، لانهم هيحسوا انك انت بتبص لهم. وفي نفس الوقت مش هيحبوا القعاد وياك، لان انت بتصدر لهم طاقة سلبية وبتيأسهم من الحياة. بطل تشتكي الظروف، طالما اللي انت بتشتكي له ده لا هيحل لك ولا هيقف جنبك. طب وعلى ايه بقى كتر الشكية؟ تنزل نفسك من نظر الناس على الفاضي وخلاص. يبقى ما تشتكيش تاني. وبالنسبة لرقم 6 والأخيرة، ما تبقاش إنسان بصاص. هتقولي يعني إيه بصاص؟ أقول لك يعني طول ما أنت قاعد شفت حد بيعد فلوس تبص في الفلوس اللي هو بيعدها، محطوط في طبق ومناب للأكل تفضل باصص في الطبق، تقعد في بيت ناس تبص يمين وشمال وعينك ما بتريحش. عايز أقول لك إن الناس ساعتها مش هتثق فيك، لأن اللي بيمد عينيه قادر وبكل سهولة إنه يمد إيديه ولسانه بالغلط. طب وعلى إيه؟ خلي عينيك في حدود نفسها علشان الناس تأمن لك وتطمن لك ومحدش يخاف منك. عايز أقول لك إن الأدب والاحترام والمعلومة عاملين زي العملة اللي تقدر تصرفها في أي مكان، والناس ساعتها بيها تعليك وتزودك ومحدش ينقصك أبدا. فاحفظ المعلومة لنفسك وعلمها لابنك ولكل اللي يهمك أمره، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، فأنا اسمي أحمد أيمن. دور عليا لو جيت على بالك، وشرفني تتابعني، ونتلاقى في الجاية. سلام عليكم.